بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أتحدث عن سنة 2025. هذه السنة، أفضل أن أقول العام، هذا العام عام مبارك على الشعب المغربي على عدة مستويات، على مستوى الدبلوماسي وعلى حتى المستوى الرياضي وحتى المستوى الاقتصادي. وعقال النعمة كما يقال هو الحمد والشكر عليها. إذا أراد المغاربة أن يستمر هذا الخير فعليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على النعم التي أنعم بها عليهم في هذه السنة المباركة. مثلا على المستوى الدبلوماسي، كما تعرف أن المغرب يتعرض لمؤامرة خطيرة جدا شاركت فيها جهات كبيرة عالمية تريد تقسيم المغرب، تريد إداية المغرب، تريد إلحاق الأذى بالمغرب. لكن المغرب والحمد لله رغم كل هذا انتصر وحقق واحد القرار في مجلس الأمن هو 27/97 الذي أدى إلى واحد العيد جديد عند المغرب وهو 31 أكتوبر. هذا الانتصار انتصار كبير جدا صراحة، من فضل الله سبحانه وتعالى على الشعب المغربي وفضل المجهودات التي قامت بها الحكومة برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ثم الانتصارات ديال القفطان الى غير ذلك من الامور التي الحمد لله المغرب عرف فيها انتصارات كبيره. على مستوى الرياضي هذه المساله تحتاج الى كثير من الكلام، لان الانتصارات الرياضيه اصبحت معروفه عند الصغير والكبير والمغاربه يتكلمون عنها، والحمد لله على المستوى الجماعي، المستوى الفردي، عند الكبار، عند الصغار، عند الشباب، عند الكره المصغره، في الفوتسال الى غير ذلك. انتصارات كبيره والحمد لله حققها المغرب. والمغرب ايضا قام بواحد البنايه التحتيه ديال الرياضه من الملاعب الكبيره والطرق السياره والفنادق الى غير ذلك من الامور الحمد لله التي اصبح المغرب ينعم بها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وما علينا الا الشكر. هذا بالنسبه للانتصارات الرياضيه. هناك انتصارات اقتصاديه. هذه السنة المباركة سقطت فيها ثلوج وأمطار كثيرة والحمد لله، ولا زالت تسقط إلى الآن، وهذا خير كثير على الشعب المغربي في هذه السنة المباركة. ثم أيضا هذه السنة المباركة عند واحد المؤشر إيجابي جدا في الاقتصاد المغربي، وهو بداية استغلال الغاز المغربي في تندرارة وربما حتى في مناطق أخرى، وهذا أيضا من الأشياء المفرحة صراحة، واللي سوف تقوم بتحويل الاقتصاد المغربي من وسط مثلا من الخمسينيات من الناتج الخام الى ربما حتى الى 30 او 40 الحمد لله في المستقبل، وهذا شيء كبير جدا. إذن هذه الانتصارات. ثم ايضا على مستوى حتى السياحه، المغرب هذا العام سوف يكون عدد السياح قد يصل حتى الى 18 مليون او اكثر من 18 مليون سائح في هذه السنه، وتكون عائدات من العملة الصعبة عائدة كبيرة. هذه الخلاصة ديال هذا الكلام، هو أن المغرب إذا أراد أن يستمر هذا الخير عليه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد يكون الشكر باللسان وبالكلام ثم بالفعل. علينا أن نحافظ على قيمنا وعلى ثقافتنا كي نستطيع، ونحافظ على ديننا وعلى شريعتنا كي نستطيع أن تبقى هذا الخير هذا الذي هو من الله سبحانه وتعالى. ثم إقامة العدل، لأن العدل هو الله سبحانه وتعالى، وكل حضارة لا بد لها من العدل. لا يمكن أن تقوم حضارة بدون عدل، لا بد من إقامة العدل في جميع المؤسسات الوطنية إذا أردنا فعلا أن نتقدم. والمغرب غير مسموح له أن يكون دولة ضعيفة. لماذا؟ لأن المؤامرات عليه كثيرة جدا من القديم. قال الحسن الثاني الله يرحمه للمغاربة: لقد اخترتم الصعب، أي أنكم من سكان المغرب طول التاريخ ديالو والجيش ديالو في التخوم. لماذا؟ لأن هناك مؤامرات كثيرة جدا تاريخية على المغرب. المغرب إما أن يكون دولة قوية ويرتاح من المشاكل أو تنقص المشاكل، أو أنه إذا كان ضعيفا سوف يتعرض
للهجمات ولمحاولة التقسيم وللاعتداءات إلى غير ذلك. فمثلا فرض الحماية، راه كان فرض الحماية على المغرب في 1912 السبب ديالها كان من القرن التاسع عشر، من الإخفاقات اللي كانت بلا ما نذكر كل شيء، الإخفاءات الكثيرة اللي كانت في عهد مولاي عبد الرحمن ثم الحسن الأول، الإخفاءات اللي كانت ديك الساعة المغرب المشاكل اللي واجهها هي اللي سببت فرض الحماية. لو كان المغرب قويا ما طمع الأعداء المغرب أن يفرضون عليه الحماية أبدا. إذن المسألة المغرب غير مسموح له أن يكون دولة ضعيفة. هذه فرصة لمحاربة كل أنواع العرقلة، بحال مثلا اقتصاد الريع، محاربة يعني محاسبة الناس، محاسبة المسؤولين، كل هذه الأمور المغرب في حاجة إليها ماسة. المغرب غير مسموح له أن يكون دولة ضعيفة، هذه قلتها منذ سنوات أو منذ بدأت هذه القناة. المغرب غير مسموح له أن يكون دولة ضعيفة. إذا كانت دولة ضعيفة سوف تتكالب عليه باقي الأمم الأخرى، وبالتالي علينا أن نقوم بالأمور التالية: الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، المحافظة على الثقافة والأصالة المغربية، ثم إقامة العدل في جميع المؤسسات، محاربة الريع، محاربة كل الأمور التي تكون سببا في ضعف المغرب. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.